هو اكيد خليني اعطيه لاستاذ نزار هالثلاث بطاقات. اوكي، ثلاث احتمالات. نعم. شعر، اشعار من عيون الشعر العربي. بدي منك تقرا لي من كل كارت اعطيتك اياه بطاقه جملتين لو سمحت. اوكي. وتعطيني رايك كشاعر كبير. بسم الله عليك. مع استاذ وليد، تفضل. دكتور بيا الوجع راح ما لي رجع. الله، حلوه هي. سامعها قبل؟ شي غنية؟ هيدي دكتور اغنيه بيا الوجع جديده راح ما لي رجع، بس البقوه لا. استاذ نزار، هيدي اغنيه جديده استاذ وليد. اول ما نزل هلا صار عليها 30 مليون مشاهده، اسمها دكتور. للشامي، للفنان الشامي. نعم. رميتني من حصاني ويمام انا خيال. هيدي الجمله بتصور. هيدي له كمان. مارقه علي، هي بالقصيده ذاتها. شو رايك انا لفتتني هيدي دكتور بيا الوجع راح ما لي رجع. شامي هو اللي بيكتب بشكل عام، تسمع له اغانيه؟ لا صراحه لا. ليه لا؟ هلا تذكرت هيدي مارقه علي بالسوشيال ميديا. مرقت علي رميتني من حصاني ويمام انا خيال. غنيه حبتها الناس الهيئه. انت يعني انا لا ما سمعتها كامله بعد. ابدا. شي مره سمعت له غنيه وحبيتها؟ صراحه لا. استاذ وليد، لأقول لك شيء، شو رايك ما بعرف ليش الناس تستغرب كلمه شامي حلوه. قال لك صار فيي انا شامي وسماره حلو. شامي وسماره غنيت معك تزق الله عليك. لما كنت بالسعوديه جاء اوورد المره الماضيه، قاعدين حطوا 3 مطربين، ما كنت اعرف الشامي ولا سامع فيه كنت. بشوف انا بحطوا 3 صور قدامنا. عبد المجيد عبد الله من اجمل الاصوات اللي بحبها. بعدين اصاله طبعا مطرب كبير يا اصاله اكيد تغني كل الالوان. والشامي ما كنت بتعرفه؟ لا بس تذكرت انه في شيء انا سمعت شيء هيك الشامي. وبس الشامي لفت نظري، بحب الشام، بحب سوريا انا. وسوريا بتحبك. ايه، فاخذ جايزه هو. استغربت، قلت معقول اصاله وعبد المجيد بالجوي اوورد؟ هذا بيرجعنا للسوشيال ميديا. مين بيلحق بالجوي اوورد؟ كل الشباب صغيره، اعمارهم صغيره كلهم. فما فينا اليوم ننكر في شباب جداد، في اودينس كبير ما خصوا فينا. في اخرس، في اليانا، في مريم النعمان. لا عم بحكي على الجيل سلاوي. مين بيلحق اليوم بيصوت؟ الصبايا والشباب الصغار، اعمار معينه، يعني ريان ورفقاتها مثلا. واصغر كمان، بس ريان عندها ريان عمق. هيك البنوت الصغيره نحن هلا بهالقعده. بتسمع شرقي، بتسمع عمق اكيد يعني. المهم فاستغربت انا بيني وبينك. طلعت بالسياره، حطوا لي غنيته الشباب اللي معي. الميوزك اللي عملها لفت نظري. شو كانت الغنيه؟ طريقه الغنى هي سمره، ما بعرف شو. صبرا ايه، هن مش مفهومين. هي صبرا ايه انا عن جد بضطر اقرا لافهم شو عم بيقول. بس هو هيدا نوع الاغاني. طريقه يعني اللفظ تبعه طريقه في شخصيه. رجعنا للهويه. هيدا ذوق الناس حقيقه، هو ذوق الجيل الجديد. في شخصيه، كل جيل وعنده ذوقه. يمكن ما فيك تسمعي كثير بسهره بجيلنا، لكن الشباب بيموتوا عليه. وصلت على بيروت، عنده مقابله على التلفزيون. قعدت بدي اشوف بقى هالشخص انا، لانه انا اعوذ بالله من كلمه، انا عندي حكايه التنبؤ للنجم. كنت قاعد انا وجورجينا زمان، اول ما طلع وائل كفوري قلت لها هيدا بده يكسر الدنيا. طلعت فيي هيك، قالت لي صوته حلو، قلت لها هذا وليد توفيق. واو. وحياة الله. شيرين عبد الوهاب تحديت العالم بمصر، كان اسمها شيرين احمد. بمقابله عم يعملوا معي انترفيو، مين بتشوف من بنات مصر استاذ وليد؟ قلت له ليك. وفي مصر ولاده، في انغام صوتها حلو كتير، في امال ماهر، في دار الاوبرا اصوات بتجنن. لكن تذكروني هذا الاسم، شيرين احمد ستكون مطربه مصر والوطن العربي. وقفوا التصوير. قالت شو عم تقول انت؟ صديقتي هي. قلت له ولو اذا ما عجبك وقف المقابله. عم بقول انا في مسؤوليه علي. فاذا راهنت على وائل كفوري وعلى شيرين عبد الوهاب وعلى رامي عياش وكثير ناس يعني ما بقى اتذكر. طب راهنت على الشامي؟ لما شفته بالمقابله للست جورجينا الموجه لها احلى تحيه، ملكه جمال الكون. لما شفته بالمقابله الفن للدغري لغسان شرطوني. شو قلت له؟ المنتج تبعه. قلت له غسان، وهو كثير بيامن بحكي يعني، خيي وحبيبي،
قال لي شو؟ قلت له عندك نجم. قال لي شو عم تحكي؟ قلت له عندك نجم وتذكرني. ذكرني بفهد بلان لما طل. ذكرك الشامي بفهد بلان لما طل، وحبيته للولد، حبيته من قلبي. التقيتوا شي مرة؟ التقيته، شفته، عبطني، بوسني بجو اول. إذا انعرض عليك تعملوا ديو أنت والشامي بعمل ديو بلونك وبلونه. ليش لا؟ وين المشكلة؟ ما بعرف ليه بيخافوا من الأصوات الناجحة. ما احنا بلشنا هيك. شو احنا طلعنا ما دغري؟ حدا- شو ما حلو حدا- اللي عم تقوله، ما حدا بلش شو كبير. حلو اللي عم تقوله. شو احنا بلشنا يعني فعلا حلو كثير اللي عم تقولوا قليل. الصخر بايدينا. ما حدا بيقول الله هالشيء على يوفقه. فكره. وانا قليلة من النجوم انه بقول لك يمكن انا الموسيقى اللي بغني عليها الموسيقى اللي بتلعب معي ما بتلعب مع الشامي، فانا بالتالي يعني مش حتزبط موسيقيا. الله. بجربوا ينزلوا من قيمة اللي عم لا بيقدموا. لا، هذا غلط. مم. ما حدا منا خلق كبير الا رب العالمين. اكيد اكيد. وبالعكس نحن واجبنا نمد ايدينا لهالشباب، واجبنا انه نساعدهم. بالعكس، وهودي في ورا منهم شريحه كبيره. انا في في نجم جيش بالزمان ما إلكتروني. بدي اذكر اسم، كنت بالفور سيزون، وفي نجم طالع كان لذيذ، قاعد هو وصاحبته او صديقته عم يتعشوا، فركت عليه يسلم علي، بوسني وبوسته وانا معجب وانا كذا. اجى مطرب تاني مم. ونجم، ما بدي اذكر اسامي. يا ريت بتذكر اسامي. لا ما بدي، انت بحب المشاكل. المجالس بالامانات، بس يا ريت بتذكر لا لا، أسامي. احتراما حرام. فسلم عليه هذا المطرب اللي بعده طالع وطالع النجم. ومكسر الدنيا. انتبه. فقال له انت شو بتشتغل؟ هداك النجم الثاني أوه. قال له انت بتشتغل بالرياضه؟ قلت له هذا بيعبي اكثر منك. ليقلل من شأنه. ليكسره والله العظيم يا نزار.